Représentant de la NDGS ou d'Amplify ou de W5 Media. Oui, oui, on l'applaudit. Là, il est là. Close the morning with some golden nuggets of how to build brand performance using strategies based on science. كنختتموا فعاليات الدورة الخامسة للقمة الإفريقية للرقمية، واحد الحفل توزيع جوائز ديجيتال ترندز موروكو اللي هي الجائزة اللي كتتوج أحسن الإنجازات في المجال الرقمي عند المعلنين والماركات بالمغرب. هاد الدورة تجاوزت كل توقعاتنا، حققت نجاح باهر من حيث عدد المشاركين اللي تجاوز اللي بالضبط كان في الساعة الرابعة 2857 مشارك. كنا كنتوقعوا في الأول 2000 مشارك. على المستوى المحتوى العلمي كان هناك محتوى من مستوى عالي اللي لقى اعجاب المشاركين، وحنا جد فخورين بهاد المتدخلين اللي جاونا من جميع انحاء العالم من القارات الخمس، وفخورين خاصه مغاربة العالم. وكان هناك اليوم حضور قوي للمتدخلين مغاربة العالم اللي احنا فخورين بهم بالانجازات اللي كيحققوها. لا يمكن الا ان نكون فخورين بهذه الدورة الخامسة من القمة الرقمية الإفريقية الأفريكان ديجيتال ساميت، التي تمت في أحسن ظروف، والتي لبت لغالبية إن لم تكن لجل وجميع المتطلبات والانتظارات للحضور من أكثر من 38 دولة من القارات أجمع، ومن مستويات ومن ميادين ومن آفاق متنوعة ومختلفة وغنية، اللي تلاقوا طيلة اليومين لتدارس ونقاش ومناقشة التيمات والرهانات الخاصة بالرقمنة في إفريقيا ولكن كذلك في العالم، لأن اليوم ما بقاوش حدود، العالم أصبح قرية صغيرة، والقارة الإفريقية هي جزء كبير ومهم في العالم الرقمي من هذه القرية العالمية الصغيرة. هي كذلك قارة اللي كتميز بالشباب ديال الساكنه ديالها، واللي كتميز بالانفتاح ديالها على التطورات التكنولوجيه، واللي كتميز كذلك بالسرعه ديال التطور ديال الوصول ديال التكنولوجيا ليها، وكيفاش كتجاوب معها الساكنه الافريقيه اللي هي شابه ونشيطه. قدمنا دراسه حول تطور القطاع الرقمي بالمغرب والتوجهات الرقميه عند المقاولات المغربيه. هذه القمه كانت كذلك مناسبه للقاء، لتبادل الخبرات، للتشاور، وكذلك لخلق فرص للتعاون والشراكه بين مقاولات مغربيه ومقاولات اجنبيه جات من افريقيا ومن دول عديده عبر العالم، وهذا اكيد غيكون عنده وقع ايجابي على القطاع الرقمي بالمغرب. فخورون ومعتزون بما قدمته هذه القمه، فخورون كذلك بما وصلت اليه من مستوى النضج هذه القمه، ومن مستوى الاشعاع ومستوى الاهميه على الخارطه العالميه للمنتديات والتجمعات والملتقيات الرقميه. اليوم ما يمكنش تصور العدد والكيفيه والنوعيه ديال الاتصالات وديال المراسلات اللي تلقينا من فاعلين في العالم اجمع اللي كينوهوا بهذه القمه، واللي كياكدوا لنا بان نحن على الطريق الصحيح، وباللي كان عندنا واحد النظره ثاقبه وسديده من سنه 2014 بانطلاق في هذه القمه، وبوضع المغرب كمدخل للقاره الافريقيه وكرائد القاره الافريقيه في مجال الرقمنه. وهذه الدوره الخامسه جاتت باش تجسد وترسخ وتقوي هذا التموقع، ولكن كذلك باش توضع على العاتق ديالنا الرهان اننا نطوروا اكثر.